بتعيش ازاي؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ والله حضرتك انا كنت موظفة في البلدية وباخد 850 جنيه مرتب، عشان كنت عاملة كارد مجوزة بنت الصغيرة بيه، ودلوقتي معايا 4 عيال وولاد بنت 2 وانا اللي بجري عليهم، ومفيش مصاريف ولا في حاجة. يعني انا بدفع 600 جنيه ايجار. ودخت رحت لوزير الاسكان لما تعبت، لفيت كتبت في الجرانين ودخت عشان حد يساعدني ان انا اخد شقة اقعد فيها حتى يبقى قسطها خفيف عليا شوية. مش لاقي حد يساعدني ولا لاقي حد يقف جنبي، ومش عارفة اعمل ايه. علاجي ما بعرفش اجيب، وانا عاملة عمليتين في القلب، عاملة عملية كهرباء في القلب وعاملة توسيع شرايين، بغسل كلى 3 مرات في الاسبوع. وانا تعبانة ومش عارفة اعمل ايه. عايزة اساعد عيالي في المدارس، مش عارفة اديهم دروس ولا عارفة اعمل لهم حاجة. بنتي شاطرة في المدرسة وابني وكده، بس مش عارفة اديهم دروس ومش عارفة اعمل ايه. انت ساكنه بكام يا حاجه؟ يعني ساكنه بكام في الشهر؟ 600 جنيه والله. قانون جديد؟ اه قانون جديد سنة بسنة. يمكن الرساله واضحه للسيد رئيس مجلس الوزراء، الرساله واضحه للسيد وزير الاسكان. الاستهبال اللي انتوا عاملينه في اسكان متوسطي ومحدود الدخل ما ينفعش. حد ست زي دي لا لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب ولا لاقيه اي حاجه خالص، وتقولوا ان لابد ان يكون دخل اللي عايز الشقه 3000 جنيه يموتوا. اتفضلي يا حاجه. حضرتك بيقولوا السن لازم ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 40. طب انا عندي 53 سنة، اجيب منين السن اللي هم عايزينه ده؟ يعني اعمل ايه؟ انا مش عارفة. رحت لوزير الاسكان كتير وقدمت في شكاوي اللي بتاعت المحافظة دي ولا كل حد ما يقول لي حاجة اروح اقدم، ومفيش حد عايز يسمع لي ولا حد مستجيب لكلامي. طب اروح فين؟ عيالي دي انا لو مت النهارده عيالي مين هيشيلهم؟ محدش هيشيلهم، محدش هيشيلهم ولا حد هيسيبهم. يروحوا فين؟ ومعايا بنت منهم. طب يروحوا فين الصغيرين دول؟ انا عندي عيل عنده 9 سنين من ضمنهم. يروحوا فين العيال دي؟ مش عارفة. مصيرهم ما يبقى الشارع ولا مصيرهم يروحوا فين؟ انا مش عارفة. بصراحة لفيت، رحت لوزير الاسكان اللي الشال ده كذا مرة، ورحت لوزير الاسكان ده محدش راضي يدخلني له، ومش عارفة اقابل مين. ورحت الجهاز بتاع اكتوبر 100 مرة يطردوني منه ويزعقوا لي ويقولوا احنا ما عندناش شقق، ما عندناش حاجة. طب يا جدعان حتى ادوني حاجة ايجار تبع البنك اللي بيقولوا عليه ده، وادفع ايجار يبقى ايجار متهود عليا شوية. محدش عايز يسمع لي، مع ان الشقق كتير فاضية، اكتوبر فيها كتير. طيب امسكي كده عيدي قولي الشقق فاضيه كتير. اتكلمي. بقول لحضرتك الشقق فاضيه كتير في اكتوبر، مليانه شقق. الشقق كتير فاضيه في اكتوبر. وبعدين انا مش بطلب المستحيل، انا بطلب حته شقه عيالي تتوه فيها، عشان لو جرى لي حاجه محدش يطردهم منها. انا كل سنه بتنقل من شقه لشقه ومتبهدله انا وعيالي. اروح فين انا وعيالي؟ يعني يبقى مصيرهم ايه بعد مني؟ انا شايله همهم وخايفه عليهم. عشان خاطر ربنا بصوا لي بعين الرحمه. انا بعت كذا رساله في مجلس الوزراء للرئيس السيسي نفسه. انا بنادي الرئيس السيسي هو اللي هيقف جنبي، يمكن هو اللي يساعدني. محدش عايز يسمع له ولا حد عايز يبص له ولا حد عايز يبص للغلابه ليه. مش عارف اروح فين، ولادي دول يروحوا فين؟ ولا انا عارفه اديهم دروس ولا عارفه اجيب علاجي. والله علاج الكلى بتاعي ما عارفه اجيبه. حرام كده، حرام نعيش متبهدلين بالطريقه دي. حرام. نروح فين؟ مصيرنا ايه؟ مصير العيال دي ايه؟ انا مش بدور على نفسي، انا بدور على اولادي. لو جرالي حاجه يروحوا فين؟ انا ما بفكرش الا فيهم هم. ولا انا عايزه اعمل زرع كلى ب100,000 ولا ب200,000 ولا الكلام الفاضي ده. انا راضيه بقسمتي ونصيبي. انا يعني الحمد لله على ربنا مديهولي، بس كل اللي بدور عليه العيال دي تبقى متويه في مكان ما يتبهدلوش، ما يتمرمطوش، ما يبقوش في الشارع، ويكملوا علامهم زي اي حد. ما انتوا بتقولوا عايزين كله يتعلم ويبقى كويس. يبقى يتعلموا منين اذا كان انا ولا انا قادره اديهم دروس ولا قادره اقف جنبهم ولا حتى سندوتشات الصبح زي ما خلق ربنا بديهم. الواد الصغير يقول لي يا ماما العيال باخدوا سندوتشات وبياخدوا حاجات معاهم ومصاريف، وانا